حرام الأطفال الصغيرين بيعملوهم بسبب أهلهم. حلال ولا حرام؟ لا، بالنسبة أولا لأولادك كله حلال، لا شيء يحرم على طفل يبعث في نفسه السعادة والسرور والنشاط أبدا. أول حاجة وهي اللعب بالدمى، يعني اللعبة اللي على شكل إنسان أو حيوان أو بنت معمول لها رموش وحواجب وتفاصيل كتيرة جدا، يعني حتى العيال الصغيرة مولانا مش هنخليها تلعب. لا ما قلتش كده، يلعبوا يا عم واجي ألعبهم لك كمان، بس اللعبة تكون قطر مثلا أو عربية أو موتوسيكل أو دمية ما يكونش باين لها ملامح بالتفصيل الممل ده، لأن إحنا كده زي ما نكون بنتحدى ربنا. حاجة وهي أغاني الأطفال اللي فيها موسيقى زي بيبي شارك دودو والحاجات دي. أيوة الموسيقى حرام، مش عشان طفل يعني هتشغل له أغاني. سماع الموسيقى يا أختي اللي هو يحط في ودانه رصاص من جهنم يوم القيامة، هو اللي جايب كاسيت ومتعمد يحطه قدام كاسيت تاني طالع منه صوت قرآن كريم عشان يشغل الناس بالطبل والزمر عن القرآن. في حاجات كانوا بيعملوها الكفرة، بيشتروا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ما اعتقدش ان فيه مسلم بيسمع موسيقى عشان كاره القرآن. الكون كله موسيقى، حفيف الشجر موسيقى، صوت النسيم على الغصون أجمل موسيقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن قال له أنا سمعتك امبارح أوتيت مزمارا، مش المزمار اللي هو الزمارة ولكن صوت حلو يعني، بس شوف التعبير، من مزامير داود. قال أبو موسى الأشعري أو كنت تسمعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حلال ولا حرام الموسيقى دي قضية خلافية. الإمام الشوكاني حكاها بالتفصيل بين المجيزين وبين المانعين. اللي شايف ان الموسيقى حرام ما يدوشناش، احنا شايفين انها حلال، حضرتك شايف انها حرام، امر يخصك ومش هنلومك ولا هنغلط فيك، انت حر. ولذلك اللي بيحرموا الموسيقى نفسيهم تلقاه شايل موبايل الرنة دي، طب ما هي دي موسيقى. جرس الباب عندك دي موسيقى. لو بتسوق عربية فيها كلاكس ما هو ده موسيقى. اعمل عربيتك فايبريشن لو انت راجل مية مية بقى، لو انت بتحرم الموسيقى. انما هتيجي تعكنن علينا وتقول لنا الموسيقى حرام. ايه اللي حرام في الموسيقى؟ لو صاحبها ما يعصي الله بها الانسان او انشغلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. عاوز اقول انه الموسيقى في حد ذاتها هي صوت. مفيش حاجه اسمها تحرم الصوت. تحرم الصوت ازاي؟ تقول لك اصله بيثير الشهوه. في حاجه اسمها صوت بيثير الشهوه؟ الصوت اللي بيثير الشهوه هو الخاص بصوت المرأة إذا تكلمت بطريقة معينة فيها تطريب. إنما صوت الموسيقى لا علاقة له بشهوات المرأة بخصوص الشهوة. ربنا بيقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني معنى كده أن في أنكر الأصوات بمفهوم المخالفة في أعزب الأصوات، في أحلى الأصوات. لدرجة أن سيدنا داود وهو نبي من الأنبياء، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لقد أوتي أخاكم مزمارا من مزامير آل داود. لو كان المزمار حرام إن كانش النبي يشبه بيه صوت نبي من الأنبياء. سميت تسبيحات سيدنا داود بمزامير داود من حلاوة الصوت بتاع سيدنا داود عليه السلام. على ايه؟ ده اقل حاجه، ده في عيال بسم الله ما شاء الله بيتعلموا اعلى ليفل في الشتيمه من هم صغيرين لسه.